نبه عليها وقال النائب خطأ. بلاش اللي تابع في مقابل حالة احتقان عام موجودة في الشارع المصري كانت لمواجهة غلاء أسعار كان موجود بالفعل طوال 2007 و2008 والقرار جاء من أجل معالجته، لكن ما كانش جاء قرار علاوة 30% علشان زيادة لسه هتحصل. بمعنى إن الحكومة النهاردة بتقول إن العلاوة 30% اللي الموظفين وعمال القطاع العام هيحصلوا عليها هي جزء من معالجة 60-70% اللي هتنتج ابتداء من اليوم بسبب غلاء الأسعار. عايز أقول إن 30% في الحقيقة كانت محتاجة تبقى 400% علشان نصل لحد الفقر الدولي اللي هو بيقرر إن المواطن الكريم عشان يعيش حياة كريمة محتاج $2 في اليوم يا ريس. لكن للأسف الشديد وخلينا نتكلم بالأرقام، الحكومة ضحكت علينا. 30% في التقرير الموجود كل اللي محتاجاه $1,100,000,000. البطايق التموينية كل اللي محتاجاه 200 مليون. زيادة المعاشات المدنية والعسكرية كل اللي محتاجاه 600 مليون. حتى الإدارة المحلية الزيادة اللي محتاجاها 400 مليون. ده التقرير بيقول كده. كل مجمل هذه الأرقام ما كملش 2.5 مليار. لكن الاعتماد الإضافي اللي حضرتك حاططولي، أيوة يا دكتور مفيد أنا بتكلم عن 2007-2008 اللي أنت طالب له اعتماد إضافي عشان شهرين، لكن حضرتك طالب اعتماد إضافي 26 مليار. الاعتماد ده لسد عجز في موازنة دلالة فشل في إدارة شؤون الوطن، إنك ما قدرتش تحقق تنمية، ما قدرتش تحقق نهضة اقتصادية ولا زراعية ولا صناعية. حضرتك عندك عجز 26 مليار جاي دلوقتي تطالب الشعب اللي يسدده لك من خلال غلاء السولار، غلاء البنزين، غلاء الوقود. لا حضرتك اسمعني، هذه الأسعار اللي حضرتك فجرتها النهاردة في المجتمع احسب حسابها على المواطن البسيط، عشان بلاش تلاعب، بلاش تقول احنا خدنا من الاغنياء. لا ما خدتش من الاغنياء، خدت من البسيط اللي بيركب ميكروباص بجنيه الصبح هيلاقيه ب2 جنيه. اللي حضرتك خدت من اللي هيشتري رابطة الفجر اللي هيشتريها هيلاقيها غلت ضعف الثمن. حضرتك دكتور حمدي السيد بقاله 2-3 ولجنة الصحة بتطالب ب10 قروش على علبة السجاير علشان رعاية صحية. حضرتك النهاردة بتاخد 25 قرش و50 قرش مش عشان رعاية صحية الفقير بيحتاج، لكن عشان تسد عجز موازنة وزارة المالية اللي فشلت فانها تغطي العجز. انت بتاخد 7.5 مليار النهاردة في السولار. هو عندنا تعليم يا ريس بناء عليه يا ريس؟ هو احنا عندنا تعليم حكومي علشان بتطالبوا التعليم الخاص ان يزيد نفقاته؟ ارحموا الشعب المصري، ارحموا الشعب المصري، ارحموا الشعب المصري.